السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حزين، دي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، يا رب ينصرهم نصرا يتعجب من أهل السماوات والأرض. وصفتنا النهاردة الجاتو شاتو، ودي وصفة سهلة جدا هتعمليها عشان خلاص الاحتفال بيوم الأم قرب. فالنهارده هنعمل الوصفة دي بكل سهولة، وهيطلع معاكي هش وكمان كأنك انتي عاملة جاتوه جاهز. عندي هنا كوباية من السكر، كوباية من اللبن، ونص كوباية من الكاكاو الخام الأسباني. تمام. وعندي رشة فانيليا. وهنضرب كل المكونات دي قبل الزيت علشان خاطر السكر يدوب تماما معايا وما يبقاش فيه أثر للسكر. بعد كده هننزل بالزيت سرسوب، مش هننزل بيه مرة واحدة، هننزل عليه بالتدريج. الخطوة دي بتخلينا ما نستهلكش كتير من الزيت. أنا بستخدم هنا كوباية، بس أنا هنا استخدمت كوباية إلا ربع، لأن أنا نزلت بالزيت بالتدريج فهو بيبتدي يتقل شوية بشوية. تمام. الخطوة دي مش بتخلينا نستهلك زيت كتير. ممكن تستبدلي الزيت بالسمن، بس أنا بالنسبة لي الزيت أخف. بس أهم حاجة نوع الزيت يكون كويس جدا. يُفضّل يكون النوعية بتاعته كويسة. شايفين اللمعة بتاعة الكريمة؟ الصوص ما شاء الله اللمعة بتاعته عالية جدًا. بعد ما بنوصل للقوام المضبوط، بناخد كوباية من الخليط ده. تمام. ونركنها على جنب. أنا هنا باورّيكم القوام بتاعه ناعم جدًا، وعلشان أنا كمان ضربت السكر مع اللبن الأول قبل ما أضيف الزيت، فالقوام طالع كريمي جدًا. هناخد كوباية ونركنها في التلاجة. وبقية الخليط أنا هاضيف ليه البيض. أنا باخد كوباية بنفس الكوبايات اللي أنا عايرت بيها المقادير. تمام. عندي هنا بقية الكمية، أنا باحاول أنزّل كل اللي موجود في الخلاط. بعد كده بانزل عليهم البيض بالتدريج، يعني أنزّل بيضة، بيضة. تمام. بالشكل ده. أنا استخدمت هنا 3 بيضات. عندي هنا معلقة صغيرة من المحسن جِل، وأنا هنا باستخدم ماركة بونو. هنضرب كل المكونات دي مع بعض. تمام. شايفين الخليط بدل ما كان تقيل دلوقتي بقي سايل علشان ضفنا البيض. هننزل بالخليط ده في بولة. تمام. وهننزل عليهم بكوباية ونص من الدقيق. تمام. وأهم حاجة هننخلهم كويس جدا علشان خاطر لو في أي تكتلات في الدقيق، وعلشان كمان الخطوة دي بتخلي الكيك بيدخل له فراغات هوا كتير، فبتطلع الكيكة هشة. فحلو جدا إن احنا ننخل الدقيق. تمام. حتى البيكنج باودر لازم نخله. هنقلب كل المكونات دي، والقوام عندي هيبقى تقيل زي ما انتوا شايفين كده. هنضيف عليهم نص كوباية من المية المتلجة، نص كوباية من المية المتلجة، وأقلب كل المكونات دي كويس جدا. تمام. الخطوة دي شايفين القوام بتاع الكيك بقى ازاي؟ الخطوة دي بتخلي الكيكة هشة جدا وطرية جدا، بتبقى شبه كيك الاسبونج بالظبط، لأن احنا ضايفين المحسن الجل. تمام. هاقلِّب من تحت لفوق علشان أطلّع أي هوا موجود في الخليط. بعد كده عندي قالب. هنا المقاس القالب ده بيرجع لِك أنتِ، لإن لو أنتِ عايزة طبقة الكيك عالية جدًا هتختاري مقاس القالب أصغر. لو أنتِ عايزة طبقة الكيك مش عالية، أنا هنا استخدمت مقاس 30. عندي خلة شيش طاووق أو خلة أسنان هابتدي أطلّع بيها فراغات الهوا الموجود في الكيك. الخطوة دي بتخلّي الكيك ما يشققش معاكِ. تمام. بدون ما نخبط القالب ولا أي حاجة. هندخله على فرن درجة حرارة 180 مسخنة مسبقا. بنسيبها لغاية ما تستوي، ودي بتختلف من فرن لفرن. تمام. شايفين طالعة معايا هشة جدا، وادي الخلاها مش طالع فيها أي عجين ولا أي حاجة. تمام. هنغطي الكيك ونسيبه يبرد تماما علشان خاطر احنا هنسقي الكيك. بعد ما بردت الكيك تماما معايا، عندي بخلة شيش طاووق أو خلة أسنان هبتدي أخرم الكيك علشان هنسقيه. وده لو انت عايزاها طرية جدا. لو انت حباها بنفس القوام بتاعها ده ممكن ما تسقيهاش خالص. عندي فنجان من اللبن عليه معلقة من الخليط اللي احنا أخدناه. هبتدي أسقي بيها الكيك معايا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. أنا مش بحط لبن كتير، وممكن لو مش عندك لبن ممكن شوية مية، نص كوباية مية. بعد كده بحرك اللبن بالشكل ده وبركنه في التلاجة. هنعمل الكريمة. عندي معلقتين كبار من السكر،
مية متلجة، ممكن تشتري كريم شانتيه محلاه جاهز. عندي كوباية 250 مللي من الكريم شانتيه، وهبتدي أضرب الكريمة. لو انت عايزة طبقة الكريمة عالية ممكن تستخدمي كوبايتين من الكريم شانتيه ونضاعف كل الكميات دي. هبتدي أضرب لغاية ما أحصل على قوام حلو. باخد معلقة كبيرة أو معلقتين من الخليط اللي احنا عملناه علشان نعمل مع بعض موس الشوكولاتة. هفضل أضرب كده لغاية كل المكونات ما تتجانس مع بعض علشان هنحشي بيها طبقة الكيك. أول ما نوصل للقوام ده أنا هنزل بالمية بالتدريج. أنا هنا كده لقيت الكريمة تقيلة شوية فخففتها بشوية مية متلجة، ويفضل كمان المية تكون فيها قطع تلج، ده أفضل. بعد كده هقلب كل المكونات دي وهنزل بيها على خليط الكيك. تمام. أهم حاجة نوزع الكريمة كويس جدا بتساوي. نحاول نوزع الكريمة وبعد كده نبتدي نظبط الشكل بتاع السطح بتاع الكيك. يفضل ان السطح يكون املس وناعم على قدر المستطاع. انا طبعا هنا عندي سكرابر، ببله بشوية مية كده وابتدي اساوي بيه وش الكيك. هنمسح كل الزيادات اللي موجودة في الكيك دي، وحاول قدر المستطاع ان يكون سطح الكيك ناعم بالشكل ده. هندخله التلاجة ونسيبه يفضل ليلة كاملة. عندي هنا باقي الخليط اللي احنا اخدنا منه. تمام. هنفضي باقي الخليط كده في حاجة كده علشان نخففه. ممكن تخففيه بشوية لبن، وممكن تخففيه كمان بشوية مية. هنا ضفت معلقة صغيرة من الزيت وابتديت أخفف بيها صوص الشوكولاتة، وكمان علشان خاطر بتدي لمعة حلوة جدا لجناش الشوكولاتة. الشوكولاتة دي يا جماعة أو الخليط ده هو عبارة عن جناش بدون شوكولاتة. بنخفف الكلام ده كله. بعد كده بننزل بيه على الكيك. شايفين القوام بتاع الصوص؟ لو انت حباه اسمك من كده هتقللي كمية المية او كمية اللبن. بعد كده هنزل بيه على الكيك بالشكل ده وابتدي اوزع صوص الشوكولاتة على الكيك بالتساوي. هنقطع الكيك هنا. انا قطعت من النص الاول وبعد كده ابتديت اقطع على شكل قطع الجاتوه. تمام. يفضل ان احنا نمسح السكين بقطعة من المنديل ما بين كل قطعة والتانية علشان يطلع الشكل يعني متناسق. هو الشكل هنا ما كانش ألطف حاجة عشان كنت مستعجلة علشان التصوير، بس انتي ما بين كل قطعة والتانية انتي بتمسحي السكين علشان خاطر الشكل يبقى متناسق. شايفين اللمعة بتاعت الجناش؟ خطيرة بجد. جربوا الوصفة دي أكيد هتعتمدوها. وعلى فكرة طعم الكيك كأنه معمول من دقيق سبونج، فظيعة. والجناش والكريمة لو انتي حابة الكريمة تكون أعلى من كده ممكن تضاعفي الكمية. وطبعا الوصفة دي حلوة جدا بمناسبة عيد الأم. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وكل أم طيبة وبخير يا رب. ولو حد أم متوفية ربنا يا رب يرحمها يا رب ويرحم أموات المسلمين أجمعين. لو كنتِ وصلتِ بقى معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم نصرا يتعجبوا من أهل السماوات والأرض. أسيبكم بقى مع الجمال ده والحاجات الحلوة دي، وكل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم.